كان في العيد التقى الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مؤخرا بمشايخ وعواقل وعمد مطروح، وده بعد لقائه بعدد من قادة وضباط وصف وجنود المنطقة الغربية العسكرية. وأعرب الفريق أول السيسي عن اعتزازه بقبائل وعشائر مطروح وتقديره لدورهم وعطائهم الوطني المشرف في تغليب المصالح العليا للوطن. وأكد برضو أن غرب مصر على أعتاب مستقبل مشرق بسواعد أبنائها وجهودهم في استعادة الأمن والاستقرار وعملهم الجاد والمخلص لتنمية الجزء الجميل والمهم من أرض مصر. وأعلن القائد العام عن مبادرة بمشاركة مشايخ وعواقل وعمد مطروح لجمع الأسلحة والذخائر المهربة عبر الحدود وتسليمها بأنفسهم إلى الدولة لعدم استخدامها في عمليات القتل والإرهاب وترويع الآمنين طبعا. وأكد الفريق أول السيسي أن رجال القوات المسلحة هيفضلوا دايما عند حسن ظن المواطنين، ونتمنى إن شاء الله أن يحمي ويصون إرادة المصريين قادرا على تحقيق أملهم وطموحاتهم والوفاء بالمهام والمسؤوليات التي كلفهم بها الشعب والدفاع عن أمن والوطن واستقراره.